يا مساء الفل، يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والف صحه وسعاده. يعني نتيجه منطقيه، نتيجه واقعيه لما فعله كولر بجماهير النادي الاهلي وبالتشكيل بتاعه. يعني حتى كولر ما تدخلش غير كالعاده في الوقت القاتل. كل الناس كانت بتقول اشرف بن شرقي وقفشه عشان يحركوا اللقاء، وكل الناس كانت بتتكلم ان في ثغره في نص الملعب ورا الاثنين احمد رضا ومروان عطيه لازم تتسد، ولكن كولر الوحيد اللي ما كانش شايف الكلام ده كله. فطاهر محمد طاهر بيحرز الهدف الاول عن طريق امام عاشور نجم النادي الاهلي، واداها لطاهر محمد طاهر. وطاهر يعني خلينا نقول ضرب وش رجله جامد جدا جدا جدا، والكره لبست حلوه جدا جدا تدخل المرمى. توقعنا ان النادي الاهلي ممكن يجيب الثاني والثالث والرابع، لان صن داونز كان مسلم خالص ومسلم جدا 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 في الشوط الاولاني، ولكن جينا في الشوط الثاني لقينا الدنيا عكس والدنيا غير. نزل ميلودي صن داونز مش باقي على اي حاجه، كان اخطر على النادي الاهلي، وحذرنا في كذا كوره وقلنا خلي بالنا، وقلنا يا جماعه صن داونز قرب وقرب وقرب، اوعوا نندم على فرص اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني. وقلنا كولر لازم يتدخل وبسرعه جدا 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 عشان خاطر يرجع التوازنات. جراداشار اتصاب وطلع ونزل وسام ابو علي، راح منزل اكرم توفيق واشرف بن شرقي. نزل اكرم توفيق عشان يعمل ستاره في وقت مبكر جدا 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 من اللقاء، وطلع احسن اثنين كان امام عاشور وطاهر محمد طاهر في تغييرات عجيبه وغريبه بالنسبه لكولر زي ما عودنا. بعد كده الكره بتتلعب فاول مكوينه، بتحرك له تلعب عرضيه جوه منطقه الجزاء، بتتشاط بتخبط في رجل رامي ربيعه، تروح راجعه وخبطه في رجل ياسر ابراهيم، وبيخش هدف التعادل لنادي ميلودي صن داونز. حكم اللقاء خلينا نقول ان الحكم كان سيء جدا جدا جدا. خلينا نقول النادي الاهلي الجون اللي جه فيه اصلا كان هاند بول على نادي صن داونز، وكان عايز يحسب ضربه جزاء كالعاده التحكيم الافريقي، ولكن مش هنعلق شماعه خساره النادي الاهلي على التحكيم الافريقي، ولكن رب ضاره نافعه، عشان خلاص نقدر كده نقول باي باي مارسيل كولر. كده كولر مع السلامه، كولر هيرحل عن النادي الاهلي. وهو خارج من المباراه جماهير النادي الاهلي صبت غضبها على كولر، رمته بيه ازايز الميه ورفعت له الكارت الاحمر وقالت له ارحل يا كولر. هي دي نهايه كولر مع النادي الاهلي، اللي كان بيدعمها للاسف الشديد كابتن محمود الخطيب ان كولر يكمل، لكن ما كانش شايف نص الكوبايه الفاضي. هو بص على نص الكوبايه المليان، ما بصش على نص الكوبايه الفاضي. والقرار هو داخل النادي الاهلي وخدها مني وما ترجعش ورايا. كابتن سامي قمصان هيكمل لغايه اما يجي مدير فني اجنبي يلحق كاس العالم، مع تغيرات داخل يعني خلينا نقول جهاز النادي الاهلي بالنسبه كمان للمصريين.